قراءة في الموضوع مع الدكتور عاطف عبد الجواد، كاتب ومحلل سياسي ينضم إلينا مباشرة من واشنطن، وزوار العمر، كاتب سياسي ينضم إلينا مباشرة من أربيل. أهلا بكم ضيوفي الكرام، وأبدأ معك دكتور عبد الجواد. إذا دعم واشنطن للوحدات الكردية هل سيكون محصور فقط في المعارك ضد تنظيم الدولة، أم أن دعم واشنطن بهذه الطريقة والسماح لهم ببسط السيطرة على أغلب الشريط الحدودي مع تركيا يمهد بشكل أو بآخر لقيام دولة كردية بدعم ورعاية أمريكية؟ الاستراتيجية الأمريكية تدعو إلى تحالف مع أي قوى محلية على الأرض يمكن التعويل عليها والوثوق بها لمواجهة ودحر داعش في هذه المنطقة. الولايات المتحدة تقول إن سقوط عين عيسى وسقوط تل أبيض إنما هو امتداد لعملية تحرير كوباني التي شارك فيها أيضا الأكراد. دكتور عبد الجواد، هناك نقطة مهمة، ماذا وجدت واشنطن في الوحدات الكردية لتثق بهم؟ ما الذي يميزهم عن بقية الثوار على أرض سوريا؟ الفعالية، لقد حرروا من قبل كوباني وحرروا تل أبيض وحرروا أسقطوا بن عين عيسى. الكفاءة، يعني حرروا كوباني بمساعدة طائرة التحالف وبدخول البشمركة على الخط. يعني الولايات المتحدة تقول نحن على استعداد للتحالف مع أي قوة يمكن التعويل عليها على الأرض، قوة فعالية. في العراق مثلا أخفقت القوات العراقية في تنفيذ أهدافها في الأنبار وفي الموصل. الولايات المتحدة تبذل الآن مجهودا إضافيا لرفع كفاءة القوات العراقية. في الأكراد، في حالة الأكراد أثبتوا على الأرض أنهم حلفاء يمكن التعويل عليهم عسكريا، والهدف هو يعني في الحالة السورية إذن فلنتحالف مع الأكراد. دكتور عبد الجواد، في الحالة السورية إلى جانب الأكراد كما تراهم واشنطن، الثوار أيضا السوريين أثبتوا جدارتهم على الأرض وطردوا التنظيم من أي مكان دخلوا إليه. فعلا بعض وحدات الجيش الحر شاركت مع حزب الاتحاد الديمقراطي الكردستاني في العمليات الأخيرة هذه، وطبعا يجب الإشادة بهذا المجهود. طيب. ولكن هؤلاء بمفردهم لا يمكنهم مثلا شن هجوم لتحرير رقة. ولكن بالنسبة لإدلب الولايات المتحدة تبحث عن حليف. وهناك المثال، نحن نتحدث ليس عن كوباني، نحن نتحدث عن أمر واقع حصل في إدلب وفي حلب. الثوار لوحدهم، وأيضا نضيف عليهم ريف دمشق، الثوار فقط استطاعوا لوحدهم أن يطردوا التنظيم من هذه المدن، وطبعا دون طائرات تحالف. لا، هذا كلام غير معقول. هناك طبعا قصف من التحالف، قصف يومي لا يرقى إلى عدد الطلعات في الحادثة في العراق، ولكن هناك قصف مستمر. ومن يقول لك ليس هناك قصف وأن الثوار تمكنوا من ذلك من تلقاء أنفسهم طبعا تعوزه المعلومات الدقيقة.